أهلا بيكم يا أحلى متابعين. النهاردة عايزة أسألكم سؤال يمكن عمرنا ما وقفنا عنده بجد. إيه هي أهم علاقة في حياتك؟ يمكن أول حاجة هتيجي في بالك علاقة حب، أو علاقتك بأهلك، أو بصحابك، أو حتى بأولادك. لكن الحقيقة أهم علاقة في حياتك هي العلاقة اللي بتقوم منها كل العلاقات. العلاقة دي هي علاقتك بنفسك، لأن الطريقة اللي بتشوفي بيها نفسك هي نفس الطريقة اللي الناس بتشوفك بيها، والطريقة اللي بتحبي بيها نفسك هي اللي بتحدد هتقبل حب عامل ازاي من غيرك. فخلينا النهاردة نتكلم مع بعض عن العلاقة اللي بنقضي معاها عمرنا كله، بس للأسف أغلبنا عمره ما اتعلم يبنيها صح. انت مين لما بتكوني لوحدك؟ في ناس كتير بتعرف نفسها من خلال الناس. أنا أم، أنا زوجة، أنا موظف، أنا طالب، أنا صاحبة فلانة. لكن لو شلنا كل الألقاب دي، مين أنت؟ هل تعرفي تقعدي مع نفسك ساعة من غير موبايل؟ ولا أول ما تقعدي تحسي بملل أو ضيق وتبدأي تهربي بأي حاجة؟ كتير مننا بيخاف يقعد مع نفسه لأن جواه كلام متراكم وجروح قديمة وأسئلة مؤجلة، فبيبقى أسهل يفضل مشغول بدل ما يسمع صوته الحقيقي. ليه علاقتنا بنفسنا بتبوظ؟ لأن محدش علمنا نحب نفسنا. من واحنا صغيرين كنا بنسمع بص لابن خالتك، أختك أشطر منك، انتي مش كفاية. وبعد سنين الصوت ده بقى جوانا، بقينا احنا اللي بنجلد نفسنا. لو غلطنا نهين نفسنا، لو فشلنا نكره نفسنا، لو حد رفضنا نقتنع ان المشكلة فينا، وكأننا بقينا أعداء لنفسنا. كل واحد فينا جواه صوت، الصوت ده ساعات يبقى مشجع وساعات يبقى قاسي جدا. الصوت اللي يقولك انت فاشل، انت مش جميل، انت مش هتنجح، انت أقل من الناس. المشكلة إننا بنصدق الصوت ده مع إنه غالبا مش صوتنا، ده صوت ناس سمعناه زمان واحتفظنا بيه. ليه بنرضي الناس؟ لأن اللي مش متصالح مع نفسه بيفضل يدور على قيمته عند الناس. كل تقدير من حد يحسسه إنه مهم، وكل مدح بيرفعه، وكل نقد بيكسره. ليه؟ لأن تقديره لنفسه متساب في إيد غيره، ودي حاجة مرهقة جدا. حب النفس مش أنانية. في ناس أول ما تسمع كلمة حب الذات تقولك يعني أبقى أناني؟ لأ، حب النفس إنك تحترم نفسك، تحافظ على كرامتك، تقول لأ لما تكون محتاج تقول لأ، تبطل تعاقب نفسك على كل غلطة. حب النفس مش إنك تشوف نفسك أحسن من الناس، لكن إنك تبطل تشوف نفسك أقل منهم. علاقتك بنفسك هي اللي بتحدد شريك حياتك. ناس كتير بتسأل ليه كل مرة بختار الشخص الغلط؟ الإجابة أوقات بتكون لأنك شايف نفسك تستحق القليل. اللي شايف نفسه قليل هيقبل حب قليل، واللي شايف نفسه عبء هيجري ورا أي حد يديله اهتمام. لكن لما تعرف قيمتك مش هتقبل أي معاملة. ليه بنخاف من الوحدة؟ لأننا فاكرين إن الوحدة معناها الفراغ، لكن الحقيقة الوحدة أوقات بتكون بداية التعارف الحقيقي مع نفسك. في فرق بين إنك تكون لوحدك
وبين إنك تكون وحيد. في ناس وسط 1000 شخص ووحيدة، وفي ناس قاعدة لوحدها لكن مرتاحة. سامحي نفسك. كلنا غلطنا، كلنا ندمنا، كلنا كان عندنا نسخة أصغر كانت بتحاول تنجو في الحياة. بلاش تفضلي تحاكمي في نفسك على قرارات أخدتيها وإنتي وقتها ما كنتيش تعرفي أحسن منها. سامحي نفسك لأنها تستحق فرصة تبدأ من جديد. إزاي تبني علاقة صح مع نفسك؟ ابدأي اسمعي نفسك، اكتبي مشاعرك، احتفلي بأي إنجاز صغير، بطلي تقارني نفسك بحد، اعتذري لنفسك لما تزعل، خدي وقت ترتاحي فيه، اسألي نفسك كل يوم أنا محتاجة إيه، مش الناس مستنية مني إيه. الحقيقة الناس كتير بتكتشفها متأخر، إن أحيانا بنفضل سنين مستنيين حد يحبنا، بينما الشخص الوحيد اللي كان محتاج يبدأ الحب هو إحنا. لأن مهما الناس حبتك، لو أنت مش مقتنع بقيمتك ولا حب هيكفي. وقبل ما أختم الحلقة، حابة أسيبكم مع سؤال. لو نفسك كانت شخص قدامك دلوقتي، كنت هتعامليها بنفس الطريقة اللي بتعامليها بيها كل يوم، ولا هتكوني أحن وأهدى وأرحم؟ افتكري دايما إن العلاقة اللي بينك وبين نفسك هي الأساس، لأن كل علاقة في حياتك هي مجرد انعكاس للعلاقة اللي بينك وبين نفسك. لو الحلقة لمست قلبك، شاركيها مع حد محتاج يسمعها. وأشوفكم في حلقة جديدة بخير وسلام.